جه بعد لنا ال 300 جنيه دول وقال لك ايه، انا عايز توليفه قهوه، اروح مشوار واجي، انا عايز كل اللي يشرب منها فنجان يسالني جايبها منين. فتعال ناخد ال 300 جنيه ونروح نعملها له. احنا بدانا نشوف هو بيحب ايه في القهوه بالظبط عشان نعمل له المقادير. هنا بقى طبعا الفاتوره بتاعته، وتعالوا بقى نعملها مع بعض. مركز قوي على موضوع الوش، فاخترت له الفيتنامي، وبعدها قال لي ان هو بيحب القهوه كريم، اخترت له البرازيلي، وقال لي عايزها مزه فاخترت له الكولومبي. فتعال نعملها مع بعض. ضيف 100 جرام من البن الفيتنامي، وانا هنا اخترت الفيتنامي يكون وسط عشان مرارته تكون قليله وفي نفس الوقت يظبط الوش بتاع القهوه والكافيين بتاعها. رغم من ان انا حاطط كولومبي، بس هو كان مركز قوي على موضوع ان الريحه تكون حلوه، فاضطريت ان انا احط له 75 جرام من البن الحبشي. قلت له بصراحه هو طعم الحبشي مع الكولومبي مش احسن حاجه، بس هنحاول نظبطها لك بنوع تاني. رغم من ان انا عملت له الفاتوره على اساس ان هو بن كولومبي، بس انا هبدله له ان بجيتومالي هيديك نفس الخواص بتاع الكولومبي بالظبط، وبل بالعكس الجيتومالي ابن عم الكولومبي، فما فيهوش اي نسبه مراره وما فيهوش المزازه بتاع الكولومبي اللي بتضايق كل الناس. فهنحط 75 جرام من البن الجيتومالي. عوجتها له بقى، خدت له 5 جرام من الجينسنج، وبعدين خدت له واحده من جوز الطيب وشويه ورد وشويه قرنفل بيدوا القهوه ريحه حلوه، زائد ان انا حطيت له 10 جرام من الحبان عشان هو كان عايز التحويجه تكون زياده شويه، وضفت له الكلام ده كله. وبعدين قلبنا الكلام ده كله. طحنا بقى نقلب الميكس ده كله في بعض ونعبه له، وهنعمل له فنجان قهوه اول ما يجي، واكيد طبعا احنا عارفين رايه هيبقى عامل ازاي. اهو طالع ريحتها حلوه.